ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم برشام. الفيلم بيحكي عن مجموعة ناس رايحين امتحان الثانوية العامة وكلهم عندهم ظروف مختلفة مخليهم فعلا محتاجين ان هم يعدوا الامتحان ده، بس في نفس الوقت تقريبا محدش فيهم عارف حاجة خالص عن المنهج اصلا. بتحصل مشكلة، مراقب اللجنة بتاعهم بيموت، ومن هنا بتبدأ المشكلة. هل يبلغوا على اللي بيحصل ده ولا يستنوا الاول لما يخلصوا الامتحان ويحاولوا يحلوا اي حاجه وبعد كده يبلغوا؟ الفيلم من بطوله نجوم كتير جدا، تقريبا ثلاث ارباعهم ان ما كانش كلهم نجوم كوميديا معروفين، على راسهم هشام ماجد، ومن تاليف شيرين وخالد دياب، ومن اخراج خالد دياب، واللي اشتغلوا قبل كده مع هشام ماجد في اشغال شقه. انا كنت مستني الفيلم ده نسبيا في الاول لحد ما شفت الاعلان بتاعه، واعلانه ما شدنيش خالص، بس لحد ما نزلت الاراء الايجابيه كتير جدا على الفيلم، وان الفيلم ده احسن فيلم كوميدي من فتره طويله، والفيلم بيضحك جدا وبيضحك كتير. كميه اراء، يعني انا قلت برضه مش عايز ادخل فيلم بالتوقعات العاليه دي، عشان عارف لو انا دخلت بالتوقعات العاليه دي مش هنبسط من الفيلم من الاخر. وهي مبدئيا كده انا ما اقدرش اقول ان انا كنت متفق مع الاراء دي، يعني انا ما حسيتش ان الفيلم جامد قوي قوي زي ما الناس عماله تقول، بس فعلا انا متفق مع الاراء دي في حاجه واحده، ان ده اكتر فيلم كوميدي بيضحك من فتره ككميه ضحك. مش ان المشهد الكوميدي في حد ذاته هيضحكك كتير، لا، بس فكره عدد المشاهد اللي بتضحك. الفيلم فعلا كل مشهد بيجي فيه الفيلم فعلا تقريبا كل مشهد هيحصل فيه حاجه هتضحك، وتقريبا جميع انواع الكوميديا موجوده في الفيلم ده. كوميديا الافيهات موجوده، كوميديا الايحاءات موجوده، كوميديا المواقف موجوده، كوميديا الحركه في بعض الاوقات موجوده برضه. وبالرغم من ان الفيلم ده محطوط في مكان واحد، ولان الفيلم بيميل بنسبه كبيره للكوميديا الفوضويه بالنسبه لنوعيه القصه، يعني لان كل ده ماشي مع بعضه بشكل سلس جدا، وما حسيتش بالفوضى نهائي على مدار الفيلم. بالعكس، يعني انا ممكن اقول ان الفيلم ما كانش فوضوي اصلا، واللي هو يعني انا كنت اتمنى يكون فيلم فيه فوضى اكتر من كده. اساسا الفيلم تحسه فيلم هادي عاقل جدا بالنسبه للظروف والمكان الواحد وكميه الناس الموجوده في المكان ده. وطبعا لو هنتكلم على الكوميديا فهي مصدرها هم فعلا الكاست كلهم بيشاركوا في الكوميديا. ولو فعلا في سبب ان الفيلم ده مشاهده كلها تقريبا فيها حاجه هتضحك، ان انت فعلا معاك على الاقل كل مشهد فيه على الاقل 3 4 نجوم طالعين هيقولوا حاجه هتضحك. هشام ماجد في دور مش هقول لك مختلف عليه، بس دور مش متعودين نشوفه فيه بقالنا فتره. دايما كان هشام ماجد بيطلع هو الشخص البايظ في الفيلم، بالعكس هنا هو طالع هو الشخص المتدين الكويس جدا اللي في الفيلم. فردود فعله هنا على الحاجات اللي بتحصل قدامه مختلفه شويه، بس برضه نفس طريقه هشام ماجد اللي انت عارفها. معاك قصاده حاتم صلاح الشخصيه الشريره اللي في الفيلم، اللي ده بيعتبر بيمثل جزء الكوميديا السوداء اللي في الفيلم. مصطفى غريب بطريقته المألوفه اللي هو بيطلع بيها على طول، بس كمان هو هنا طالع ان هو الشخص الاي كيو بتاعه قليل شويتين، وهو اصلا طريقه كلامه في حد ذاتها من غير ما بيحاول يقول افيهات بتضحك لوحدها. فتخيل بقى لما يجي يقول الافيهات اللي بيقولها. عارف عبد الرسول في اكتر دور كوميدي ليها تقريبا، وفعلا كان دور بيضحك جدا. ودي بقى بالذات كان عندها من كوميديا الموقف، كان عندها من كوميديا الافيهات او كوميديا الردود بمعنى اصح. ده حتى فاتن سعيد مع انها اصلا مش ممثله كوميديه، بس برضه كان لها نصيب في الكوميديا في بعض مشاهد الفيلم. ريهام عبد الغفور تقريبا قالت تعمل حاجه مرحه شويه بعد اللي عملته في حكايه نرجس، ويعني مش هقول لك ان الدور ده دور فظيع وانها عملت حاجه ما حصلتش هنا، بس يعني انت لما تشوف دور ريهام عبد الغفور هنا قصاد دورها في حكايه نرجس اللي كان قبل الفيلم ده بكام يوم حرفيا، هتشوف فعلا تحول رهيب. ويعني بالتالي اصلا احنا مش محتاجين نتكلم عن ريهام عبد الغفور يعني. بس الحلو فعلا في المشاهد الكوميديه واللي مساعد انها تطلع بشكل حلو، ان تقريبا كل المشاهد دي معتمده على الجماعه، مفيش حد منفرد بالكوميديا لوحده. المشهد بيبدا من موقف، بيبدا من جمله من شخص او من موقف من شخص معين، يطلع رد فعل من شخص تاني، تلاقي التالت بيخش يشارك معاهم، تلاقي الرابع يرمي حاجه في النص ما كنتش متوقع اصلا الشخص ده يرميها. يعني فعلا الفيلم فيه مشاهد كوميديه كتير بتضحك. وبرده جزء كبير من اللي مساعد في ده ان من الاخر كده كل الممثلين دول في كل مشهد في الفيلم كلهم هيلعبوا دور في الموقف او المشهد الكوميدي اللي هيضحك. فلو من الاخر لو موقف ما جابش معاك التاني هيجي معاك، لو افيه ما جابش معاك من شخص هتلاقي شخص تاني ممكن تكون انت مش متوقع ان هو ده اللي يقول افيه اصلا هيجي معاك من ناحيه تانيه وهيضحكك. بس من الاخر لازم على الاقل هيحصل ابتسامه في مشاهد الفيلم. ويمكن اكتر حاجه عجبتني في الفيلم ده ان الفيلم ده مش بس فضل ثابت على مستواه، لا يعني بيتهيألي الفيلم علّى شويه. يعني انا اصلا لما وانا بتفرج على الفيلم في النص الاول كنت قاعد اللي هو تمام ضحكت شويه، وانا حاجه على حته ضحكت شويه دي بس قدام كده شويه في الفيديو، بس اللي هو يعني تمام ضحكت شويه، بس برضه ما كنتش فاهم ايه السبب الكلام الكبير قوي قوي اللي اتقال على الفيلم ده. بعد البريك ولما جه النص التاني حسيت الفيلم شد كده فجاه او تطور فجاه. مش بقول الفيلم كان ممل، بس من الاخر بدات اشوف الجانب اللي يعني الى حد ما ممكن اقول لك ان انا اقتنعت منه. فعلا ليه ناس عملت الفيلم ده حلو قوي. انا لسه برضه مش متفق مع كميه الاراء الايجابيه اللي على الفيلم ده بنسبه 100%، بس ممكن اتفهم ليه في ناس ممكن تقول فعلا الفيلم ده ده اقوى فيلم كوميدي من سنين والكلام ده كله. ويمكن لو انا كنت دخلت الفيلم ده من قبل ما اسمع الاراء الايجابيه دي كان ممكن اطلع اكون واحد من الناس دي اقعد اقول لك بجد ده احلى فيلم كوميدي من سنين، فيلم يستاهل يتشاف وقنبله ضحك وبتاع. وهو برضه بالنسبه لي يمكن تكون اكتر ايجابيه ممكن اديها للفيلم ده ان الفيلم ده فكرني بالساده الافاضل. وانا هنا مش بقول الفيلم ده هيوصل لمستوى فيلم الساده الافاضل نهائي خالص، في الاخر انت بتتكلم على فيلم عيد، ده مش بنفس مستوى فيلم الساده الافاضل نهائي. بس فكره ان انا قاعد بتفرج على الفيلم ده ويجي في دماغي فيلم الساده الافاضل واقعد اقارن ما بينهم، حتى لو طبعا في المقارنه السادة الافاضل هو اللي كسبان بكل تاكيد، بس افضل قاعد مبسوط في الفيلم ده وما اتضايقش من المقارنه دي. بالعكس المقارنه برضه لحد ما مديه حاجات ايجابيه للفيلم ده،
دي بالنسبه لي دي اكبر ايجابيه ممكن اديها لفيلم برشام. واوجه التشابه ما بينه وما بين الصاد الافاضل كتير، فكره ان الفيلمين بيدوروا في بلد فلاحين، فكره ان الفيلمين بيدوروا في مكان واحد، وان لحد ما برضه في حد ميت في الفيلمين، وانت بتشوف ردود فعل وتصرفات الناس دي بس تجاه الشخص الميت ده وتجاه الحدث عموما. ويمكن اكتر وجه تشابه ما بين الفيلمين والحاجه فعلا اللي خلت فيلم برشامه ممكن يكون فعلا فيلم حلو مش مجرد فيلم كوميدي اللي هو يعدي على الجنب كده وخلاص، انه بالرغم من الموقف الكوميدي، ومش هقول لك ان الفيلم يميل للكوميديا الهزليه، بس يعني برضه الفيلم فيه حته خياليه شويتين، فكره مراقب اللجنه اللي بيموت في امتحان الثانويه العامه والكلام ده كله، واللي بصراحه مش هنكر يعني فكرني بعض الذكريات والفانتازيا الواحد كان بيتمناها. لا مش لدرجه ان مراقب اللجنه يموت، بس فكره ان انت تبقى قاعد في لجنه الثانويه العامه وتتمنى ان المراقب ما يبقاش واخد باله منك. يعني الذكريات دي في حد ذاتها لما دخلت في دماغي كانت بتساعد اكتر من ان اندمج على الفيلم، ويعني وساعدتني ان اضحك على حاجات مش قليله من اللي كانت بتحصل في الفيلم، لما بالذات لما كنا بنخش على حته الامتحان والناس اللي مش عارفين حاجه ومحدش عارف حاجه يجاوبها اصلا. بس الفكره ان مع الموقف الكوميدي الاساسي والمواقف الكوميديه اللي نتجت عنه، الفيلم مبني على شخصيات مكتوبين بشكل كويس جدا فعلا، وتفاصيل مش قليله وحوارات مش قليله بتساعد التفاصيل اللي مكتوبه للشخصيات دي، وهي فعلا هي دي اللي علت الفيلم شويه. انت عندك الشخص الكويس المتدين الملتزم اللي بيقوم به هشام ماجد، عندك قصاده شخصيه الشرير المطلق حاتم صلاح اللي هدفه انه يعدي الامتحان ده وخلاص، ومش مهم ان هو يرتكب اي جريمه قصاد ان هو يعدي الامتحان ده. عندك شخصيه عارف عبد الرسول، الست اللي تشوفها ما يبانش عليها اي حاجه بس بتكتشف ان دي تقريبا برضه تعتبر شخصيه شريره مطلقه شبه بالظبط شخصيه حاتم صلاح. عندك شخصيه ريما عبد الغفور، الست اللي ماشيه في طريق غلط ونفسها انها تصلح حالها، وعشان كده هي نفسها انها تعدي الامتحان ده مهما كانت الطريقه. برضه مصطفى غريب، الشخص الغبي اللي مش فاهم حاجه اللي الكل بيستغله على مدار الاحداث. شخصيه باسم سمره اللي بيقوم بدور ابوه اللي عنده السلطه اللي بيحاول يستغلها عشان يعرف يوصل اجابات الامتحان لابنه باي شكل ممكن. وعندك الناس المحشورين في النص زي شخصيه فاتن سعيد، والفيلم فعلا بيستغل كل التفاصيل الموجوده في كل الشخصيات دي. وهنا فعلا يمكن ده يكون اكتر وقت حسيت فيه الفيلم ده فعلا هو فيلم كوميدي في الاخر، بس فعلا معمول بشكل يخليه اعلى من مستوى الافلام الكوميديه العاديه، ان بجد كميه التفاصيل الموجوده في الشخصيات دي، انت عندك كم مهول، انت عندك عدد شخصيات مش قليل خالص، وكلهم عندهم تفاصيل كتيره وكلهم مختلفين عن بعض تماما. وده مش بس ساعد في الكوميديا انها تكون متنوعه، ده كمان ساعد ان الاحداث نفسها تقعد تعلى اكتر على مدار الاحداث، وساعد اكتر ان هو يعمل من فيلم كوميدي قصه بترمي رسائل وبيقدم لك صراع ما بين الخير والشر، بس طبعا بشكل لايت خفيف عشان في الاخر انت بتتكلم عن فيلم عيد، وفي الاول وفي الاخر ستيل ده فيلم كوميدي محدش كان بيأداء اكتر من كده خالص. بس ببساطه هم خدوا فكره كوميديه اللي هي امتحان الثانويه العامه اللي المراقب الاجنبي بيموت فيها، حط لك كميه الشخصيات دي بكميه الظروف المختلفه بكميه الباك جراوند المختلف تماما، اتميز كل شخصيه على الثانيه مع حوارات كتير بتتقال في النص، فعلا خلت الفيلم ده فيلم كوميدي عنده حاجات عايز يقولها، ولحد ما الرسائل دي فعلا بتوصل بشكل كويس. بالنسبه انت بتتكلم عن فيلم لايت وموقف يعني مبسط بزياده، الفيلم بيجمع ما بين اللايت كوميدي والدارك كوميدي في وقت مش قليل خالص، وعشان كده فعلا اقوى شخصيات الفيلم واكتر شخصيات كانت بتضحك في الفيلم كان حاتم صلاح وعارف عبد الرسول، هم دول كانوا مسؤولين الدارك كوميدي اللي في الفيلم، وكانوا فعلا عاملينها بشكل حلو، دول كانوا فعلا اكتر شخصيات انترستنج في الفيلم. وبرده مصطفى غريب بعضهم على طول، هم دول مسؤولين الكوميديا الاساسيين، او هم دول لحد ما اللي بيوصلوا الفيلم لحته الدارك كوميدي اللي بتخليه يطلع من الكوميديا اللايت شويه اللي كان فيها. اللي عاجبني في الموضوع ده كله ان انا بقول كلام زي ده على فيلم كوميدي نازل في العيد، يعني هو ده اللي كان عنصر مفاجاه بالنسبه لي، ده اللي خلاني اما اطلع من الفيلم اقول ماشي، يعني لحد ما بدات افهم ليه الناس عماله تقول الكلام اللي عماله تقوله على الفيلم ده، وكل ده متقدم بشكل محكم جدا. ورغم ان الفيلم بيدور في مكان واحد لاني ما حسيتش بملل خالص على مدار الاحداث، لان كل شويه لو حتى ما فيش حاجه بتحصل فهتلاقي موقف كوميدي، يعني حتى مش بيضحك قوي لو هيكون بيضحك يعني على الاقل هتبتسم حتى لو مش هتضحك قوي يعني. وبالنسبه لي فعلا الايقاع تقريبا ما كانش بيقف يعني، وحتى لما الفيلم كان بيطلع بره لجنه الامتحان وكنت بتروح عند البلد نفسها، وهنا بقى بتروح عند البلوت بتاع باسم سمره لما كان بيحاول ان هو يوصل اجابات الامتحان لابنه. وطبعا زي ما بيحصل في نوعيه من الافلام بيكون دايما القصه الرئيسيه اللي بتدور في لجنه الامتحان هنا هي بتكون هي دي القصه المشوقه اكتر، دي فعلا الحاجات اللي انت عايز ترجع لها من الاخر. ولو انت تحس لما الفيلم يطلع بره تحس كل الموضوع بيفصلك كده فجاه وتقول لا يلا احنا عايزين نرجع تاني لجنه الامتحان نشوف الناس دي هتعمل ايه، لان برضه لما كنا بنطلع بره اللجنه ما كنتش بحس بفصلان خالص، بالعكس كنت بشوف ان ده كان بيكمل الاحداث اللي بتحصل جوه، لان لحد ما اللي بيحصل بره بينتج عنه حاجه هتحصل جوه اللجنه، فكله كان مترابط ببعضه بشكل حلو جدا، وكل حاجه كانت ماشيه مع بعضها بشكل كويس، والايقاع فعلا ما وقعش خالص. السلبيه اللي ممكن اقول في الحته دي ان انت عندك باسم سمره وميشيل ميلاد ووليد فواز كمان كان انضم ليهم بعد نص الفيلم بشويه، وميشيل ميلاد كان اندر يوزد جدا في الفيلم ده، مع ان ميشيل ميلاد معروف ان هو كوميديان بس استخدامه هنا كان بسيط جدا اصلا، يعني ممكن ابالغ واقول ان هو كان من اقل الناس اللي كانت بتضحك في الفيلم ده. بس سمرة كان دوره عادي، وبرضه ما كانش مطلوب منه ان هو يعمل حاجه ما حصلتش، بس يعني مش ده الدور اللي انت تقول ده باسم سمرة، يعني عادي من الاخر. وليد فواز برضه وجوده في الفيلم هو موجود لسبب ما، بس هو موجود عشان يخدم السبب ده بس، يعني هات اي ممثل تاني غير وليد فواز ما كانش هيفرق حاجه عنه. وفعلا انا طالع من الفيلم يعني لولا التوقعات دي انا كان ممكن اقول ان انا ما عنديش اي مشاكل مع الفيلم ده، كنت هقول لك ده فيلم كوميدي جامد فعلا،
طبعًا بعيد إن هو إحنا مش هنقول إن هو زي السد الأفاضل والكلام ده يعني، بس مشكلة الفيلم بالنسبة لي طبعًا يعني أول حاجة هي إن أنا سمعت الكلام الكتير اللي الناس قالته، حتى لو أنا برضه ما كنتش داخل بالتوقعات دي، بس يعني كضحك، كنت متوقع ضحك أكتر من كده، أنا ضحكت كتير، بس الضحك نفسه مستوى الضحك نفسه كان عادي جدًا، لأ أنا كنت متوقع إن يكون مستوى الضحك أكتر من كده بشوية، في أوقات كتير أنا كنت عارف بالضبط إيه الإفيه اللي هيتقال، في أوقات مش قليلة أنا كنت عارف كويس أوي رد الفعل هيكون عامل إزاي، وده ما ساعدش في الضحك بالعكس يعني ده قلل من كمية الضحك أو من مستوى الضحك بالنسبة لي، أنا still مصمم ده بجد فعلًا أكتر فيلم كوميدي أنا ضحكت فيه من فترة، كعدد مشاهد بتضحك، إنما كمستوى ضحك لأ، بالذات بالنسبة لمستوى النجوم اللي موجود في الفيلم، عندك تقريبًا الفيلم كله نجوم كوميديا، وكلهم ليهم أدوار مش قليلة، يعني هو الفيلم فعلًا يعتبر بطولة جماعية، وبعدين على قد ما أنا عجبني الفيلم وأنا كنت حابب فكرة التفاصيل المكتوبة ورا الشخصيات والرسايل اللي أنت عرفت تطلعها من الحتة دي، والحوارات اللي فعلًا كانت مكتوبة بشكل حلو، ده طبعًا يُحسب جدًا، جدًا للقصة، بس برضه حسيت إن حتة إن أنت تعمل لايت كوميدي مع دارك كوميدي ما كانتش أحسن حاجة تعرف تخدم بيها الفيلم ده، الموقف الكوميدي الرئيسي في حد ذاته اللي أنت بدأت اللي أنت عرفت تبني منه كل اللي إحنا شُفناه ده، مراقب اللجنة اللي ميّت في الامتحان والناس اللي بتحاول تفكّر، الناس اللي بتفكّر طَب نبلّغ دلوقتي والّا نحاول الأول نوصل لإجابة الامتحان، ما كانش وِحِش بس برضه تحسّه كان موقف خفيف أوي، أنا كنت عمّال أقول الفيلم ده على فكّرني بالسادة الأفاضل بس طبعًا مش هيوصل لمستواه نهائي، سبب من الأسباب دي إن السادة الأفاضل القصة الرئيسية اللي كانت بتحصل اللي نتج عنها مواقف كتير، كانت في تحرُّكات مش قليلة بتحصل في القصة دي كانت مثيرة للاهتمام، الشخص اللي مات اللي بتعرف بعد كده إن هو ما ماتش وإن كل دي كانت خطة، اللي نتج عنه كتير من الدارك كوميدي، السادة الأفاضل كان مايل جدًا للدارك كوميدي، وكان مايل جدًا للفوضى اللي بتحصل، بالعكس ده الفيلم كان مُعتمد على الفوضى اللي بتحصل، التفريعات الكتير اللي بتحصل، إزاي الشخصيات دي كل القصص دي بتتداخل مع بعض من وقت للتاني، وده اللي بينتج عنه الفوضى اللي هتبوظ الخطة الرئيسية بشكل أو بآخر، الفيلم وصل لمرحلة جنونية مقبولة بس كان في نفس الوقت محكم، فيلم برشام الموقف الرئيسي اللي فيه ما فيهوش حاجة غير لمّا مراقب اللجنة مات، يعني مراقب اللجنة مات ماشي، ما فيش تطورات بتحصل في الحتة دي في حد ذاتها، طبعًا ردود فعل بتحصل بسبب الناس اللي في اللجنة اللي عايز يبلّغ واللي شايف لأ إحنا الأول نخلّص الامتحان، بعد كده نخش بقى محاولة إن إحنا نوصل لإجابة الامتحان ده، البلوت الرئيسية حتة لمّا مراقب اللجنة مات خلاص ده جانب يعتبر بعد ما حصل راح، بعد كده أنت فضلت مكمّل في حتة إن إحنا إزاي نوصل لإجابات الامتحان، وأنت عارف إن الشخص الوحيد اللي كان معترض على الكلام ده اللي هو شخصية هشام ماجد مش هيعرف يعمل حاجة قصاد الناس دي كلّها، ما كانش حتى في suspense طب هل هيعرف يهرب منهم والّا لأ؟ طب لو هرب منهم هم هيحلوا الموضوع ده إزاي؟ وبالرغم من تعدد الشخصيات اللي في الفيلم وإن فعلًا الفيلم ده يعتبر إن هو برضه بيميل للكوميديا الفوضوية، لإن هو في الآخر كان فيلم محكم جدًا، الفيلم كان بسيط أوي، ده ممكن يكون إيجابية في الفيلم، لإنه ساعد أكتر إن أنت تركّز على تفاصيل الشخصيات وإن أنت تعرف توصل للرسايل اللي الفيلم حاول يوصّلها، والتفاصيل فعلًا دي اللي حَلِّت الفيلم، بس يعني الواحد حاسس إن بالنسبة للsetting بتاع الفيلم، بالنسبة للفكرة بتاعة الفيلم، لأ الفيلم ده كان ممكن يطلع أجَن من كده، كان ممكن يحصل منه فوضى أكتر من كده، كان ممكن الفيلم يوصل لمرحلة جنونية أكتر من كده، ممكن الفيلم يميل أكتر للdark comedy وبرضه كان يعرف يوصّل الرسايل اللي عرف يوصّلها، خصوصًا فعلًا في كوميديا كتير في الفيلم هي تعتبر كوميديا غير مناسبة، يعني مثلًا ده مش فيلم كوميدي عائلي في الآخر، هو يُصنَّف كوميدي عائلي، في section كامل في الكوميديا كان كوميديا خاصة بالدين واللي هي كانت فعلًا تعتبر غير مناسبة، واللي هي فعلًا ممكن تضايق ناس كتير وهيبقى معاهم حق، يعني مش هيكون في أفوَرة في الحتة دي، هي بس الفكرة إن الكوميديا دي كانت مناسبة للشخصيات اللي كانت بتطلع منهم نوعية الكوميديا دي، وبرضه ده جزء كبير جدًا في اللي ساعد في الdark comedy، بس برضه بالرغم من كل ده لأ أنا حسيت الفيلم كان فيلم light شوية، بس برضه يعني زي ما قُلت كل ده في الآخر ما يقللش من الفيلم بالعكس أنا بجد انبهرت من كمية التفاصيل اللي عرفوا يوصّلوا منها رسايل مش قليلة، من خلال فكرة بسيطة جدًا زي فكرة مراقب لجنة بيموت والناس بتحاول إنها تحل الامتحان وخلاص، كمية التفاصيل والرسايل اللي أنت عرفت تنقلها من الفيلم ده من حاجة بسيطة زي دي بجد كانت مبهرة جدًا، تُحسب جدًا، جدًا للقصة وللإخراج بجد، والفيلم فعلًا كان فيه شوية كادرات بتدعّم جدًا الحاجات اللي الفيلم كان بيحاول يوصّلها، نهاية الفيلم برغم إنها كانت نهاية متوقعة جدًا ما فيهاش أي حاجة جديدة، بس برضه كانت لايقة جدًا باللي الفيلم كان بيحاول يقوله، وكانت متماشية جدًا مع الأحداث، الفيلم ده كان فيلم كوميدي نازل في العيد ما اتكروتش، وكانت نهاية لايقة بالأحداث وما كانتش متكروتة، وده في حد ذاته ده إنجاز كبير لوحده أصلًا بالنسبة لأفلام العيد. الفيلم ده فيلم كوميدي عنده حاجات عايز يقولها وفعلًا بينجح إن هو يوصّلها برضه من خلال فيلم كوميدي نازل في العيد، ده إنجاز كبير لوحده. بس هل الفيلم يستاهل الضجة الكبيرة أوي المعمولة عليه؟ مش للدرجة دي، أنا ممكن أكون متفق فعلًا الفيلم ده من أحسن الأفلام الكوميدية اللي نزلت عندنا من فترة، بس برضه يعني أنا حسيت الفيلم بقى overhyped بزيادة، يعني حاسس أي حد هيدخل الفيلم ده بالتوقعات اللي الناس قالتها لأ، مش هينبسط منه. بس في النهاية فيلم برشام فيلم حلو يستاهل يتشاف كفيلم كوميدي فيه مجهود ملحوظ مش قليل، بس برضه في الآخر ما تنساش إن أنت رايح تتفرج على فيلم عيد، فيلم عيد لايت مهما كان الفيلم كان فيه دارك كوميدي، مهما كان الفيلم عرف يوصّل رسايل أو أي حاجة، أنت في الآخر تحت كاتيجوري فيلم عيد، ما تتوقعش حاجة أكبر من كده بكتير، هتنبسط جدًا من الفيلم ده، وهادّي له 7.5 من 10 وبس كده كل ما ممكن نقوله على الفيلم برشام، أنتم شفتوا الفيلم والّا لسه؟ لو شفتوه اكتبوا لي في الكومنتات، لو ما شفتوش روحوا شوفوه واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وإيه رأيكم عمومًا إيه أحسن فيلم كوميدي نزل في الفترة الأخيرة؟ هو تقريبًا برشام لحد دلوقتي هو أحسن فيلم كوميدي نزل السنة دي، بس لسه برضه بدري يعني ونشوف السنة بقى هيحصل فيها إيه، بس أنا أعرف رأيكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله وسلام.